السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا شوربة الماش، وهنا خليته حتى ينسلق مثل ما تشوفون. هنا أنا بعد ما فار أطلع من عنده الوخفة اللي تصير حتى لا يصير بطعم ما حلو. طبعا أنا نقعت كوب من التمن أو الرز بعد ما غسلته حتى بس يفور عندنا ونشوفه مستوي. بهالمرحلة نشوفون الحبة شوية استوت على النص، تضيفون كوب التمن وتخلطونه وياه. هنا طبعا جاي أحضر البصل وأحمسه حتى أخليه عليه بعدين. هاي الملح هنا وحسب الكمية اللي تحبوها. هنا بعد ما فار وضفت عليه البصل وخلطه وياه يطير طعم كلش حلو، لأن احنا ما خلينا دهن ولا حمسنا دهن، فراح يعطي طعم كلش حلو البصل ونكهة حلوة. وهذا الشكل النهائي عندنا، شوفونه شلون شوربة كلش حلوة وطعمها لذيذ ومغذية بنفس الوقت. وألف عافية.